دي صورة لجندي إسرائيلي قاعد مريح على الشريط الحدودي، على الجدار الحدودي بين مصر وقطاع غزة في محور فيلادلفيا، سايب دبابته وقاعد الراجل بيريح ومد ظهره للسياج الحدودي في منتهى الأمان والراحة والود صراحة. يعني راجل مأمن على نفسه أوي، مد ظهره للحدود المصرية. وده في استفزاز كبير. إسرائيل من بداية الحرب مع غزة وهي بتستفز مصر بجميع الأشكال والألوان، وزي ما تقول إن هي بتتعمد إنها تحرج الحكومة المصرية. أنا كنت هتجان إنك أنت تتنرفز عشان تسكعني قلم، مفيش. من بداية، لو فاكرين منظر المدرعة اللي سرية كانت شايلة العلم الكبير الضخم قوي ده، اللي دخلت وخمست بيه كده وقعدت تلف عند الشريط الحدودي بتاع محور فيلادلفيا، الخط الأحمر المصري يعني، اللي هم مسحوه وخلوه أزرق، وخمسوا بالمدرعة. وكان في لقطة تانية لجنود إسرائيليين برضو نايمين وممددين كده على الأرض ومع مدرعاتهم ودباباتهم برضو بالقرب من الحدود المصرية، في فيديو كان منزله جندي إسرائيلي برضو على حسابه على إنستا. المهم إن إسرائيل بتتعمد أكتر منه استفزاز، إن إحنا على حدودك وكل الخطوط الحمراء اللي انت قلت عليها ما تعملوهاش احنا عملناها. والجنود الإسرائيليين منتشرين بالكامل بمدرعاتهم ودباباتهم على محور فيلادلفيا، اللي هي أصلا اتفاقية السلام بتمنع وجود أي سلاح تقيل في المنطقة دي، وبتمنع أصلا تواجد الجيش الإسرائيلي على الحدود دي ما بين مصر وقطاع غزة.